كما كتشوفوا معنا الخوت اليوم جبت لكم واحد الديكور اللي هو واعر. كيف ما كتشوفوا معنا هاد السنته هادي اذا شتيها تقول هادي ما ساويه والو، ولكن هي عندها واحد الدور واعر وغادي تخرج لنا واحد الديكور اللي هو واعر. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الديكور. يمكن لك حتى انت تستافد من هاد الديكور، تعدل في حاله وتقدر تبيعهم تعدلهم وتبيعهم. علاش لا؟ حنايا هنايا نستافدوا من بعضياتنا. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت حنا دابا جبت القبص. كيف ما كتشوفوا بغيتو تعدلوا بالسيمه، بغيتي تعدلوا بالقبص، كيف ما بغيتي تعدلوا كتعدلوا، ما كاين حتى شي مشكل. كما كتشوفوا معنا ديك السنته ملي عملت لها دابا هذا الشكل تقليب، هيدا واحد الجهه صغيره وواحد الجهه كبيره باش نعدل هنايا التصويره. يمكن لك تعدل جوج جهات كبارين كيف ما كتشوفوا معنا، تكون تصويره مثلا الراجل والمراه، المهم على حسب كل واحد اللي بغى اصدقاء. المهم ديك الشيء كيبقى كل واحد والفكره ديالو. صافي كيف ما كتشوفوا معنا ملي كتقصح ديك السنته كنحيد ديك القبص. وهذا السروال هذا الخوت هانتوما غتشوفوا شنو نعدل به. هذا السروال ديال البناي، شي واحد سمح فيه كان كيخدم فيه به وسمح فيه. بالحق انا غادي نرجعوا واحد الديكور اللي هو واعر. المهم تبعوا معايا، ما بغيتش نقول لكم باش ما نحرقش المراحل. كيف ما كتشوفوا معنا كنقطع الدائرات هادو تدريجيا، وحده كبيره وحده صغيره وحده صغيره مره. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا باش هي اللي غتعطيني واحد الديكور واعر. صافي كنمشيو مع الخوت بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا معنا كنقطعوا الدائرات ديالنا بهذا السروال ديال الجين هيدا، حيت غادي نخرجوا من هذا الجين هذا واحد الديكور اللي هو واعر. صافي كيف ما كتشوفوا معنا الخوت كنعمل له علامه زائد في الوسط باش كتعطيني عبار. صافي كنمشي مع بهذه الطريقه الخوت. المهم نتوما تشوفوا الديكور كيفاش غادي يجي. صافي كنمشي مع بهذه الطريقه الخوت هيدا كامله باش كتعطيني على شكل ديال واحد. ما بغيتش نقولها حتى تشوفوا شنو كاين، حيت اذا قلت لكم غادي نحرق المراحل. صافي كيف ما كتشوفوا الخوت كنقطعوهم هيدا بهذا الشكل هادو كاملين هيدا الخوت، ومن بعد كنعملوهم في القبص باش كيشربوا القبص. وكخصني نعملهم ويجيو يعني واقفين، ما يبقاوش هيداك طايحين ناعسين. كنعملهم في شي حاجه دايره باش كيبقاو ديك الجنابات ديالهم واقفين. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت ها هي بهذه الطريقه هذه. صافي ملي كيلبسوا الخوت كنحيدهم وكنجيب القبص عاود كنلصقهم بنفس السيستيم تدريجيا. ديك الجل اللي قطعنا هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا كنقطعوهم تدريجيا وكنعملوهم في بعضيتهم باش كيجيونا تدريجيا الخوت. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه. صافي ومن بعد كنجيبوا الدجاجه ديالنا الخوت على ديك الديكور اللي عملنا، ديك القلب اللي عملنا. صافي الخوت ومن بعد كنصبغوا بالكحال. انا كنخصني نصبغوا بالحمار ولكن ما عنديش الحمار، ما عنديش الكولور احمر، صبغته بالكحل كيف ما كتشوفوا معنا الخوت. صافي كنمشي مع بهذه الطريقه هذه الخوت. لصقت له الدجاجه ديالو، لصقت له كلشي ديالو. دابا غادي نجيب الذهبي كيف ما كتشوفوا معنا. يعني دابا هذا هو ديك السروال ديال الجل اللي كنت قطعت. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا يعني رجع ورده. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا الخوت رجعته ورده وخليته تيبس وتقصح عطاني هذا الشكل هذا. صافي كيف ما كتشوفوا معنا كنجيب هذه التصويره هذه الخوت كنلصقها هنايا ديك الحبيبات اللي خليتهم في ديك الديكور في المره الاولى. صافي كيف ما كتشوفوا معنا هما هادو كنعمرهم بديك الذهبي. هانتوما الخوت كيف ما كتشوفوا معنا الديكور كيفاش جا التصويره. قال لك زعما جوج تصاور اصدقاء المراه والراجل كيف ما كان، يعني غادي يجي ديك الشيء واعر وتعلقوا في الدار. والانسان علاش ما يطوروا شيء الى مشروع تقدر تبيعهم، تقدر تعدل هاد الديكورات فحال هادو تبيعهم يعني مزيانين. وتحياتي واللي عجبو الخوت الديكور يخلي لنا شي لايك في الفيديو ويخلي لنا شي تعليق كيفاش جا. وتحياتي وشكرا، الله يسهل للجميع. كما كتشوفوا معنا الخوت بزاف ديال الناس كيكون عندهم واحد المشكل في الحيط، هو ديك المواج اللي كيكونوا في الحيط. يعني واحد فحال ديك المويجات اللي كيكونوا في الحيط، يعني حتى كيضرب الضوء من الفوق عاد كيبقاو يبانوا. يعني حتى كيكون فينيسيون مثلا في الكابس وسبوطات بزاف الضوء بزاف كيبقاو يبانوا. انا غادي نزوم لكم وغادي تشوفوها الخوت. ها هما كيف ما كتشوفوا معنا. هما المهم هانتوما ما عرفتش كيبانوا لكم ولا لا. هما الخوت كيف ما كتشوفوا معنا يعني حتى كيكون الضوء بزاف سبوطات زايدين كيبقى يبان هذا الضوء هذا. وهاد السيده هذه ان شاء الله صبغت، يعني جابت الصباغ وقالت له يعني عندي ديك المشكل في الحيط هيدا. قال لها صافي غادي نعدلو، ما عدل لا والو. يعني كما كتشوفوا معنا بالعكس داك الشيء بقى هو. يعني قالت لي شنو هو الحل؟ قلت الحل هو الضرب اللوندوين الدار كامله. يعني اللوندوين الاطلس اللي كيجي معجون هذاك صحيح، وهو اللي هو الفينيسيون هذاك ولا يفيني لك الدنيا. اما من غير كاوتشو ولا هادي ما عيفينيش، يعني واخا عيبس عيرجع يبان ديك المشكل نفس المشكل. صافي كيف ما كتشوفوا معنا الخوت غادي نحيد هاد البرايز هادو كاملين دابا، حيت برايز باش ما يعمروش باللندوي. صافي كيف ما كتشوفوا معنا الخوت غنغلف البيبان كاملين باللصاق، حيت هاد البيبان هاد الخوت هاد الخشب هذا مثقب فيه واحد التقابي صغار بحال ديك التقابي اللي كيكونوا في الجلد هاد اللحم.
يعني اذا مشات تتاداو باللاندوي واخا يتمسحوا ديك التقابي كيبقاو شابرين اللاندوي ما كيزولوش صافي. المهم كنغلف الدقيقان كنغلف كلشي الخوت كيف ما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه. هاد الحيط هذا ضربت له واحد اليد كنت انا عاودت له الثاني، يعني كلشي دار كامله جوج اليدين د اللاندوي الخوت كيف ما كتشوفوا معنا. يد الاولاني كان صارجي باللاندوي ويد الثاني كان فيني كنديها على العطام، يعني ديك الكوتشيه كنديها على العطام باش كان فيني بها بحال اللي كنحسن صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت كنمشي بهذه الطريقه هذه كامله الخوت، يعني فينيسيون فما كنضرب شي ضربه يعني كنكون رد البال معاها بزاف، حيت علاش فينيسيون والسبوطات والضو هنايا، يعني اذا ما كانش فينيسيون ما عادش على الضو عيبان عاو كلشي بحال اللي ما عملتي والو صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت هادو الحيوط هادو واخا كيبانوا لكم بعد كيبانوا عاوجين بزاف، يعني السبوطات اذا قربتي عيبان كلشي عوج، يعني واحد مواج من بعد ما كيبانوش، ولكن من قرب ملي كتزومي حداهم كيبانوا ديك كرات السبوطات يعني الضو كيفضح ديك العيب هذاك صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت كنمشي بهذه الطريقه هذه كامله الخوت. المهم ديك الحريفات ديك القنوت اللي كيكونوا شوكه داك الشيء كامل نتوما تشوفوا كيفاش غادي يرجع الخوت. البيبان غلفتهم، البيبان ما كخصهمش يتاداو بلا بوت الصباغه ولا باللاندوي ولا حتى شي حاجه، حيت اللوح مثقب ومبرنز يعني مسيري وصافي. اذا تادى بهذا غادي يبان فيه اللاندوي صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت هاي ضربت لا جوج اليدين الدار كامله. جيت على غدا في الصباح قوس يدي، يعني خصها شي حكه باللي خاص تكون خفيفه، هي خفافيه هيدا وصافي. دوز يدك هيدا باش لا كانت شي ضريجه الكوتشيه ولا شي حبيبه كتزول وصافي. ملي كنضرب كندوز يدي الخوت كيف ما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه هذه باش كيكون داك الشيء معوض صافي. كيف ما كتشوفوا معنا تا عيني ما كنثقش بها، يعني كندوز يدي مول الحكه كندوز يدي باش كنعرف شنو كاين، حيت علاش هنايا الضو والضو كيفضح العيوب. اذا ما كانت شي الحاجه مفينيه عيبين لك عاوني ديفوس في الحيط صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت كنمشي بهذه الطريقه هذه. انا عملت سطال الخوت السلم تهرس لي، مشيت نطلع في السلم والدرجه واحد السلم تهرست لي، والله يحفظ ربي يحفظ ما تهرسناش والله. دابا كديباني بديك السطوله ديك الساعه جبت واحد السلم اخر عاونت ديك الساعه اللي تهرس لي السلم صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت الغابره، ولكن ما عندك ما تعمل. هانتوما الخوت كيف ما كتشوفوا القنوت، يعني القنوت شوكه كما كتشوفوا معنا الخوت قنوت شوكه، يعني تعمل يدك يجرحك القنت صافي. كنشطب الخوت بهذه الطريقه هذه. المهم الغبره ما كخصهاش تبقى ماره، غادي ننظف الدنيا كامله الخوت كما كتشوفوا معنا، يعني الغبره ما تبقاش. المهم انا ماشي شي غبره عملت، ولكن ماشي شي حكه عملت، ولكن الغبره كتعرف الغبره هي كتحك كتبان الغبره صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت. المهم غنجمع ديك الغبره كامله، قوس واحد كونترول عاودت الحيوط كاملين قبل ما نصبغهم، وشعلت الضو وشفت شنو كاين، يعني ديك الحيوط سامبل صا ما بقاوش العوجيه. المهم تم اللي صبغتها مولا الدار كتعيش على برا ماشي هنايا. جات قلت لها كيف جاتك الخدمه، قالت لي الله يعطيك الصحه داك الشيء هو هذاك. قلت لها واش هادشي باقي بحال اللي كان، قالت لي الله يعطيك الصحه. الخدمه باينه، يعني الانسان ملي كتعمل واحد الجهد ديالك راه ضروري غادي تكون واحد النتيجه. الخدمه ملي كتكون من القلب راه ضروري غادي تكون النتيجه صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت كنمشي مع بهذه الطريقه هذه كامله. هما جاو الصباغه ولكن قالوا لا غادي نحيدوا لك هاد العوجيه، ولكن هما يجوزوا هكا واتشو ما جوزوش اللاندوي الدار كامله. وديك العوجيه كخصها اللاندوي كخصها تعمر، يعني ديك الحفافر كخصهم كاملين يتعوضوا، خصهم تدريسه وكاملين. هما جوزوا هكا واتشو ديالهم وزادوا، ما كخصهمش الغابره وكذا تكارفيس دار الغابره بحال هيدا وهادي صافي. كيف ما كتشوفوا معنا الخوت دابا ومي كنضرب بالرولو كان فيني ما كنخليش كنبقى نضرب حتى كيشحت الرولو باش كيطلع ديك الصباغه محبه بحال مضروبه ببيستوله الخوت، ماشي ما كيبانوش ديك الدرابي ديال الرولو هيدا طوالين، الرولو مصارجي. فهمتوني الخوت شنو كنبغي نقصد، يعني كنضرب بالرولو حتى كيشحت في الحيط باش كيطلع ديك الصباغه بحال اللي مضروبه ببيستول، بحال اللي مضروبه بالريح. فهمتوني الخوت وما كنخليش داك الشراط ديال الرولو ولا شي حاجه حتى الضو هنايا. اذا خليتيه شي شرطه ديال الرولو ما مفينياش، مثلا الرولو صارجيتي وضربتيه في الحيط مي عاد تعض غتبقى تبان لك ديك الضربه طويله مجبده ديال الصباغه. فهمت الرولو كنضرب به حتى كيشحت باش كتطلع الصباغه مزيانه. وانتم عاد تشوفوا الخوت النتيجه في الاخر ملي غادي نسالي. هانتوما الخوت كما كتشوفوا الدار كامله ضربتها كولوار، المهم كولوار بيد الناس كلشي ضربته. انا ما بغيتش نصور بيد الناس وكذا باش ما يجيش فيديو طويل وتركيب برايز وهاد البرايز كاملين الخوت اللي كتشوفوا معنا قلعت لهم الطابات ديالهم والسوارت ديالهم وعملتهم في الصابون وغسلتهم ورجعتهم، يعني بحال اللي تقول شي حاجه ما كايناش، يعني ديك الشيء فهمتوا ديك الشيء نقيتها مولا الدرجات
يعني حتى الانسان شوف ملي كيتقل الخدمه ديالو كيطلب واحد الثمن ديالو، يعني ديك الانسان غادي يعطيك ديك الثمن، عادي يعطيك ديك الثمن اللي طلبتي، يقول لك تستاهل. علاش؟ الخدمه ديالك متقونه، كتعمل واحد الحاجه ماشي متقونه وكتدي الفلوس يعني فهمتوا. فحال دابا اللي عملوا هاد الناس هادو جاو قالوا لك دا نعدلوا لك هاد الحفافر، نعدلوا لك هاد الشيء هذا، نعدلوا لك ما عرفتش شني كذا. ملي انا قلت لا، انا كنجبر الصباغه باقا جديده في الحيط، ولكن ديك العوجيه والرولو كان عندهم ما عرفتش السطوله كانوا عندهم فيهم ديك فتاوت ديال الكاوتشو. ديك الرولو ملي كيجي يصبغو كيهز ديك الفتاوت ديال الكاوتشو في الحيط. يعني هاتوما شفتوا الخوت ملي زومت الفيديو المره الاولى، هاتوما شفتوا كيفاش كان داكشي. يعني الرولو خاصو يكون ماركه مزيانه. الرولو دا ما كانش الرولو ب 60 درهم 50 درهم، الرولو احسن رولو هو 60 درهم، هذاك هو الصباغه. حتى الرشان ما كيروشش، فهمتوني يا الخوت، كيطلع الصباغه مزيانه، فهمتوني. هما جاو فهمتي الرولو عامر بديك الحبيبات ديال الكاوتشو قاصحين هيداك كيضربون، ما عرفتش واش صباغه ولا غير صافي. الخوت هانتوما كما كتشوفوا معنا كنبقى نضرب في الصباغه حتى كتشحات جوج اليدين باش كتطلع الصباغه مزيانه. المهم دابا انا اللي نساليه باقي لي هاد الكولوار هذا ديال باب الزنقه راه هي ديبارتمون. صافي الخوت كما كتشوفوا معنا المهم دوزتها كامله جوج اليدين ديالها. ما تنساوش يا الخوت اللي عجبو الفيديو خلي لنا الراي ديالو في التعليق، كيفاش جاتو الخدمه وكيفاش جاتو الصباغه وكيفاش جاتو. انا دابا نركب سبوطات، ركبت التلفازه، ركبت سبوطات، ركبت كلشي كما كتشوفوا معنا الخوت. اللي عجبو الفيديو خلينا الراي ديالو في التعليق كيفاش جاتو الخدمه وكيفاش جاتو يعني الطريقه ديال الخدمه اللي كنخدم بها. شوف كل واحد والطريقه ديال الخدمه ديالو كيفاش كيخدم بها. اهم حاجه هي الفينيسيون، هذاك هو اهم حاجه. هانتوما الخوت كما كتشوفوا معنا ما كاينش حتى نقطه ديال ديك في الحيط ولا ديك كداويه ولا شي حاجه، داكشي معدل داكشي ناضي كناضي كيف ما كيقولوا. بيكالا ديالي هي فين هي منزله. صافي الخوت اللي عجبو الفيديو خلينا الراي ديالو في التعليق كيفاش جاتو الخدمه، وتحياتي وشكرا لكم للتفاعل.